اللي قدامنا دلوقتي دي تبقى عاملة البريد السيدة باميلا روك جين صاحبة ال61 سنة. الست دي ما ماتتش في حادثة ولا اتقتلت في غابة، لأ دي ماتت في وسط الشارع وقدام الناس عادي جدا. باميلا طلعت من مكتب البريد علشان توصل جواب، وبعد 20 دقيقة كانت جثة متقطعة مرمية في قلب الشارع. 5 كلاب مجانين ومتخلفين بيتربوا في مزرعة على الطريق طلعوا بره المزرعة وهاجموا بميلة بوحشية وقعدوا ياكلوا فيها وهي بتتنفس ولسه فيها روح. والمصيبة الأنيل بقى إن أصحاب الكلاب كانوا عارفين إنهم خطر على البشر ومع ذلك كانوا سايبينهم برضه. طب إيه اللي خلى الكلاب تهجم على الست البريئة دي؟ وإيه اللي خلى الجيران ما ينقذوهاش لحد ما اتصفت قدامهم؟ وإزاي الكلاب ال5 أكلوا دراع ورجل كاملين من السيدة المسنة؟ ويا ترى بقى الشرطة اتصرفت إزاي مع الكلاب دول؟ فلو عندك كلب أو بتعدي من قدام بيت فيه كلاب لازم تشوف الفيديو ده لآخره قبل ما تبقى الضحية الجاية ونعمل عنك فيديو قريب. وعشان كده يلا بينا بقى ومن غير سسبنس كتير ندخل في المدعكة على طول ونتعرف على الدقائق الأخيرة المرعبة لساعية البريد باميلا روك جين صاحبة ال61 سنة بين أنياب الكلاب ال5. بس زي ما احنا متعودين صديق الانسان قبل الكلام واجب السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد من اوعى الوحوش تبقلشه. يوم الحد 21 أغسطس سنة 2022 في انترلاك ولايك، ودي تبقى منطقة ريفية هادية موجودة في شمال فلوريدا البلد في الولايات المتحدة الزفتية. اليوم ده كان الجو فيه جميل وهادي، والسيدة باميلا روك نزلت من بيتها وراحت لشغلها في مكتب البريد. باميلا روك جين هي سعيد بريد عندها 61 سنة، بتحب شغلها جدا وكل زمايلها هم كمان بيحبوها لأنها جدعة معاهم. باميلا بقى في اليوم ده خدت الجوابات اللي معاها علشان تروح توزعها، وأول جواب المفروض توصله في خط سيرها كان في حي موجود في المنطقة الريفية اللي لسه قايلين اسمها فوق حالا. بس باميلا ما كانتش تعرف إن يومها الجميل ده هيتشقلب ودي هتبقى آخر لحظات في عمرها. باميلا روك وهي سايقة عربية البريد للأسف العربية بتتعطل منها فجأة في نص السكة قصاد مزرعة مجهولة، عشان كده اضطرت تقف على جنب وتستنى حد يعدي أو حتى حد يخرج من المزرعة ويجي يساعدها. بس وهي واقفة مستنية كان في حاجة مرعبة بتحصل جوه المزرعة دلوقتي حالا. 5 كلاب مجرمين بيخرجوا من المزرعة فجأة من نوع الأمريكان بيتبول المعروف بشراسته وعدوانيته وخطورته. الكلاب ال5 دول كانوا معروفين في الحي إنهم بتوع نوش وعلى طول بيعملوا قلق في المكان وعندهم تاريخ كبير في الهروب، وبيزقوا الصخور اللي على السور وبيعملوا فتحة صغيرة فيه تخليهم يعرفوا يزحفوا منها ويخرجوا بره المزرعة، يقعدوا بقى يرازوا في خلق الله اللي حظهم المهبب وقعهم في سكتهم في قلب الشارع دلوقتي. وفي اللحظة اللي عربية باميلا اتعطلت فيها ومن غير ما تاخد بالها أو حتى تحس كان الكلاب ال5 بقوا بره المزرعة، وفي أقل من جزء من الثانية كانوا جايين وبيجروا عليها دلوقتي وبدأوا يهاجموها بمنتهى الشراسة والعنف. الكلاب ال5 طاروا من كل اتجاه على باميلا، ولأنها سيدة مسنة قدروا يوقعوها بسهولة جدا، وكل كلب بقى خد جزء وقعد ياكل ويعض فيه لدرجة إنهم قطعوا وشوهوا بطنها تماما، وكمان قطعوا وأكلوا أجزاء كاملة من دراعها ورجليها، ده غير بقى سحلها بمنتهى العنف من فروة راسها وقطع شعرها. في الوقت ده بقى باميلا كانت بتصرخ من وجع الموت وهي بتتقطع عشان أخيرا 2 من الجيران يسمعوا استغاثتها. واحد منهم خاف يقرب من الكلاب وفضل واقف بعيد، أما التاني بقى قرب بس كان خايف منهم وخاف إنهم يرقدوه هو كمان جنبها. يعني الاتنين من الآخر كده طلعوا ما عملوش أي حاجة، اللي هو وجودهم زي عدم، ويمكن عدمه كان ليه فايدة أكتر. معانا مدناقين، مدناقي هنا ومدناقي هنا. المدناقي اللي هناك سادين بيه مدخل البلد، ما يعرفوش يخرجوا، يقوم المدناقي التاني ضارب عليهم يد شمالهم. في اللحظة دي بقى صاحب الكلاب هو كمان سمع اللي بيحصل وطلع يجري بأقصى سرعة علشان ينقذ الولية اللي بتتقطع دي، بس طبعا ما قدرش يقرب من الكلاب أو يحشر نفسه بينهم أو حتى يحجزهم عن الست المسكينة. هو طلع مسدسه وراح ضارب طلقة في الأرض علشان الكلاب يخافوا، بس الكلاب طلعوا بقى طرش ومقطعين بطاقتهم وما خافوش وكملوا تقطيع في الست. الهجوم المرعب والدموي ده استمر أكتر من تلت ساعة وكان عنيف جدا، والدم بقى بيطرطش على الأرض في كل مكان لحد ما الشرطة أخيرا وصلت، وأخيرا كمان بينجحوا إنهم يمسكوا الكلاب ويسلكوا باميلا من تحتهم اللي كانت حالتها صعبة وبتنزف بغزارة. عشان كده حطوا رباط ضاغط ولفوه عليها علشان يوقفوا النزيف، وطاروا بيها على أقرب مستشفى وهناك حاولوا إنهم يسعفوها ويلحقوها.
بس يوم 22 أغسطس الصبح كانت باميلا فرقت الحياة بسبب الجروح الصعبة اللي حصلت لها، وإنها كمان خسرت 3/4 الدم اللي كان موجود جوه جسمها. والشرطة بعد ما حققت في الحادثة دي اكتشفوا إن ال5 كلاب دول ليهم سابقتين قبل كده، مرة لما هاجموا شخص كان ماشي لوحده على الطريق، والمرة التانية هاجموا واحد جوه عربيته. والجيران والناس قدموا بلاغات للشرطة في الكلاب، بس الشرطة كانت عاملة نفسها من لوس أنجلوس اللي هي بانها عندنا يعني. بعد الحادثة دي بقى صاحب الكلاب اتقبض عليه واتحبس بتهمة الإهمال، والكلاب ال5 نفسهم الشرطة أعدمتهم رميا بالرصاص لأنهم بقوا خطر على المجتمع. ويوم 25 أغسطس سنة 2024 أطلقوا على مكتب البريد اسم باميلا روك تكريما ليها والإخلاصها في شغلها. ومن يومها وكل الحي ركبوا كاميرات مراقبة وأمنوا بيوتهم كويس وعملوا أسوار عالية، وكمان الشرطة شافت شغلها وبدأت تعمل دوريات في الشوارع، واشتغلوا كمان مع قسم السيطرة على الحيوانات علشان يردوا على أي بلاغ يجيلهم بسرعة عن أي كلاب طليقة أو كلاب خطيرة في المكان. انت كمان لو معاك كلب شرس خلي بالك لأنك معرض للحبس في الدنيا، لأن ده بيقع تحت جريمة ترويع المواطنين. ولو في حد من جيرانك بيقف في الشارع بكلب شرس وبيعمل بيه نمرة قصاد الناس، ما تخافش ابدا وبلغ عنه فورا، لانك لا قدر الله معرض انت او اي حد من اهلك لنفس المصير اللي كنا بنحكيه دلوقتي. اعمل اللي عليك وبلغ انت بس، والشرطة عندنا هتجيبه من قفاب الكلب بتاعه ويخلوه عبرة لمن لا يعتبر، خصوصا وانهم الحمد لله حاليا قايمين بشغل جامد جدا وبيستجيبوا لاي بلاغ واي حاجة بتحصل في ثواني. وبكده يكون خلص فيديو النهارده من اوعى الوحوش تبق لشق. صديقي الإنسان الجميل الحبوب، لو كنت أنت اللي مكان باميلا ولقيت نفسك واقف قدام 5 كلاب دفعة واحدة جايين علشان يبقلشوك، هتتصرف معاهم إزاي؟ اكتب لنا تحت في التعليقات بمنتهى الصراحة والمصداقية، وإن شاء الله استنونا في حلقات جاية أقوى وأمتع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.